في مشكله كبيره جدا في المنتخب ده، شفناها في ماتش اوزبكستان بشكل كبير. حتى تعالى نعلق على الجول الاول. جون الاول في ماتش اوزبكستان، انا فاكر الجون ده كارثه. انا لحد دلوقتي انا مش عارف مش عارفين يقطعوا منه الجون ده، الكوره، 5 واللي انا 6 مش عارف مين حواليه. اترقص يعني من كتر لاعب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. كتير جدا فده كتير جدا. ده مش عارف ده هل ده ناتج عن ايه؟ ما ده برضه ناتج عن ناتج عن مفيش سرحان، ناتج عن تمركز. عدم مسؤوليه من اللعيبه. وبرضه خد بالك في انتقادات طبعا كبيره وكتيره جدا عندنا طبعا. عن حسام، مم. مفيش مشكله، مفيش اي كلام ولا اي خلاف على ده. ولكن برضه كرة زي كرة الهدف الاول لاوزبكستان مفيش جديه، مفيش روح، انا بقول في لك، انت حاجات متخيل تفاصيل. كام واحد واقفين مش عارفين يقطعوا الكوره؟ فين انت كلاعب بقى، مم. سيبك بقى من تعليمات المدرب وتوجيهات المدرب والخطط والافكار وكل الكلام الجميل ده، انت كلاعب فين؟ انا واقف على هجمه على حدود منطقه الجزاء عندي، 5 مش عارفين يقطعوا الكرة. مم. ده في تخاذل من لعيبه كتيره جدا، في تخاذل. احنا عندنا انتقادات كتيره جدا عن انتقادات عن التشكيل، عن اسلوب اللعب، عن كل الكلام ده. ولكن برضو انا شايف في عدم جديه، مفيش روح. ماشي، انا معاك فين جدا، الروح؟ انا معاك جدا، لان دايما معروف ان منتخب مصر هو منتخب عنده روح طول وعنده عمرنا اصرار، في اسوأ وفي اسوأ حالاتك حالاتك انت بتكسب بروحك.